اختتم فريق الإسماعيلي منذ قليل معسكره المغلق بالقرية الأولمبية في إطار استعداداته الجادة لمواجهة نادي حرس الحدود المقبلة ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري الممتاز. وتوجهت بعثة الدراويش مباشرة إلى القاهرة عقب نهاية المعسكر للدخول في أجواء المباراة والتركيز الكامل قبل اللقاء المرتقب، الذي يمثل أهمية كبيرة لفريق الدراويش مع انطلاق منافسات الدور الثاني. ويسعى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال إلى تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر من خلال رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبي الدراويش، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية قبل خوض المواجهة المنتظرة أمام حرس الحدود مساء الجمعة. ويأمل الإسماعيلي في تحقيق بداية قوية في الدور الثاني من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري واستعادة النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة. ومن جانب آخر نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في تحقيق انفراجة مهمة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد إنهاء واحدة من أبرز الأزمات المالية العالقة والتي تعود إلى فترات سابقة من إدارات النادي الإسماعيلي.